بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد بنرد فيه على الأسئلة والاستفسارات اللي وردت من حضراتكم القناة في خلال الأسبوع، فتابعونا. إنشاء عربيات توكيل البيع، الرخصة ضاعت مني والرخصة منتهية، فإيه الإجراءات اللي بعملها علشان أنقل المرور بتاعي وأنا في محافظة تانية غير محافظة ترخيص العربية؟ فبنقول نبتدي بأول حاجة، الرخصة ضايعة منك والرخصة منتهية. في الحالة ديت بتعمل مذكرة فقد في مركز الشرطة التابع ليه محل إقامتك أو محل الواقعة، محل فقد رخصة العربية. أحيانا كتيرة الاسم ما بيرضاش يعمل لك مذكرة الفقد إن معكش أي بيان يفيد إن العربية دي باسمك أو أنت صفتك إيه والكلام ده كله، فبتقدم صورة من التوكيل اللي معاك. اقتنع بصورة التوكيل اللي معاك، فما بإيه المصلحة بتعمل مذكرة الفقد وتروح مرور. عملت مذكرة الفقد، رحت المرور، الموظف سألك صفتك ايه؟ انا وكيل عن المالك فلان، وادي مذكرة الفقد للرخصة، وادي التوكيل اللي معايا، وادي البطاقة بتاعتي، انا عاوز بيانات شهر عقاري. بتاخد شهادة بيانات للشهر العقاري، وبما ان الرخصة منتهية قبل الموظف ما يديلك شهادة بيانات شهر عقاري، بتسدد ضرائب ورسوم المرور متأخرة سنة 2-3 على حسب الحالة بتاعتك. خدت شهاده بيانات للشهر العقاري، معاك التوكيل، بتروح الشهر العقاري تسجل. عملت العقد المسجل، بتروح على مكتب البريد تعمل شهاده المخالفات او شهاده براءه الذمه. مكتب البريد او النيابه المختصه براحتك، ديت مقبوله ودي مقبوله. عملت شهاده المخالفات، معاك العقد المسجل، معاك مذكره فقد رخصه التسيير، بتروح المرور المرخص فيه العربيه. بما انك من محافظه ثانيه هتحتاج شهاده بيانات لنقل القيد. شهادة بيانات لنقل القيد المرور بتاعك بتطلع لك ازاي؟ بتسلم صورة من العقد المسجل اللي فيه محل اقامتك، بتسلم صورة من رقم القومي بتاعك، بتسلم مذكرة الفقد. الموظف بيكتب لك في شهادة البيانات لنقل القيد من مثلا محافظة كذا لمحافظة كذا، او وحدة مرور كذا لوحدة مرور كذا. لا يطالب، بتسلم شهادة المخالفات، يبقى لا يطالب بشهادة المخالفات. يطالب باللوحات المعدنية، يطالب بمستندات نقل الملكية، لا يطالب برخصة تسيير لأن حضرتك عملت مذكرة فقد وأودعتها في ملف العربي. لحد كده معاك شهادة البيانات، معاك العقد المسجل، بتروح المرور بتاعك بتفحص وترخص وتكمل إجراءات الترخيص. طيب المهندس غلس عليا وقال لي والله ده البصمة مش واضحة أو أنا مشتغل في العربية، رحت أبيض على المرور القديم. في الحالة ديت بتاخد عنق الفحص الأزرق، بيكتب لك الجواب بالمطابقة على ظهر العنق دهوت للمرور القديم اللي فيه ملف العربية علشان مطابقة البصمات، شاسيه الموتور، أصل الترخيص، الكلام ده كله في مشكلة في الملف القديم. وبعد كده بتاخد عنق الفحص وتروح على المرور القديم تعمل مطابقة من واقع الملف. يعني ايه مطابقة؟ يعني المهندس الفني بيطابق البصمة اللي حضرتك خدتها في مرورك الجديد على البصمات اللي موجودة في ملف العربية. طيب وانا رايح اعمل مطابقة في مروري من المرور القديم لازم اخد العربية معايا، فبنقول المطابقة بتبقى ورقية. يعني ايه ورقية؟ يعني بيطابق على اصل الملف، البصمات اللي موجودة في اصل الملف على البصمات اللي ظهرت او الموجودة دلوقتي بعنق الفحص بتاعك. بس الافضل العربية تكون معاك. ممكن عامل البصمة يكون رفع البصمة ناقصة، تحتاج العربية تاني فهتروح مشوار تاني، فبنقول من الافضل لو رحت تطابق بصمات على الملف من المرور القديم خد العربيه معاك احتياطي بحيث ممكن تحتاجها في البصمه بعد كده، فتقدر ترفع البصمه والعربيه موجوده معاك، ما تضطرش تروح مشوار تاني. طبيعه البصمه فابريكا ولا يوجد اشتباه. المهندس قال لك المطابقه تمام، ترجع طبعا يمدلك ويختم لك، لان مضارك بس بقى من غير ختم يبقى ما عملناش حاجه، المرور هيشك فيك وهيرجعك تاني. فالمهندس ادالك مطابقه، يختم لك على المطابقه بختم النسر بتاع وحده المرور اللي طبقت فيها. ترجع مرورك تاني، تخلص اجراءات الفحص الفني، تسجل الفحص، تطلع الشباك تسلم ورقك تسلم اللوحات معدنيه بتاعت المرور القديم، وتاخد لوحات معدنيه من المرور الجديد برقم جديد برخصه تسيير بملصق مروري لمده 3 سنوات اللي هم تاريخ الفحص الفني. طب ارخص سنه ولا 3 سنين؟ الترخيص بالنسبة لملاك الموتوسيكل بيكون سنة أو 3 سنين براحتك، بس الأفضل طالما الفحص الفني ب3 سنين يبقى خلي نهاية الرخصة ب3 سنين مع انتهاء الفحص الفني. يبقى الأفضل إن أنا أرخص 3 سنين وأريح دماغي ينتهي ب3 سنين دولت بنهاية
الفحص الفني. ده بالنسبة للموتوسيكل والملاكي بس، انما الاجرة بسنة، النقل بسنة، الاتوبيس الخاص بسنة، اتوبيس رحلات بسنة، التوك توك ترخيصه بسنة، انما ترخيص الملاكي والموتوسيكل ب3 سنين. ف رخص 3 سنين افضل، يبقى ينتهي بنهاية الفحص الفني، يبقى مشوار واحد. حاولنا في الفيديو ده نجاوب على معظم اسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت القناة في خلال الاسبوع. لا تنسونا بصالح الدعاء، ولا تنسى الاشتراك بالقناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.